الغضب. دكتور صموئيل حبيب، ايه هو الغضب وايه العوامل اللي بتخلي الناس تغضب؟ هل الغضب صح ولا غلط؟ كل دي أسئلة هيجاوبها الكاتب في كتابه. أول سؤال، ايه هو الغضب؟ الغضب هو شعور بعدم الرضا يواجه بيه الإنسان أشخاص أو مواقف بتضايقه، وهو رد فعل بيجي كسلوك دفاعي لحماية النفس أو الدفاع عنها من أمور بيتعرض ليها أو تعطله أو تسيء إليه. ابتدى الكاتب يوضح ويقول إن الغضب شعور بيحس بيه كل إنسان، لكن بيختلف من إنسان لإنسان بحسب استجابة الإنسان للغضب وللظروف اللي بتدفعه للغضب. وأثبت العلماء إن الغضب بيبتدي من الأجنة، فالأم أحيانا بتشعر بنوبات غضب من طفلها وهو في الرحم. وبيشرح الكاتب إن في اختلاف بين غضب الراجل والمرأة، فالمرأة بتتضايق من الأمور الإنسانية زي عدم التقدير أو عدم سماحها أو استغلالها، لكن الراجل بيغضب من الأمور العملية زي ضغط شغله وغيرها. والفرق التاني إن الراجل بيعبر أكتر عن غضبه، لكن المرأة بتخفي غضبها أكتر من الراجل، وطبعا في استثناءات. السؤال التاني اللي سأله الكاتب، إيه العوامل اللي بتخلي الناس تغضب؟ في عوامل بيئية زي ارتفاع درجة الحرارة أو زيادة نسبة الرطوبة. في عوامل اجتماعية زي الفقر أو الظروف الاجتماعية الصعبة أو الانتقال من مرحلة لمرحلة أو الانتقال لمكان جديد. وفي عوامل اقتصادية زي ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار. وفي عوامل سيكولوجية زي الخوف والقلق أو الإحساس بالرفض أو الغيرة أو الهروب من شيء أو الحصول على شيء، زي الطفل اللي بيغضب عشان ياخد الانتباه. وأوقات بتكون الناس واحدة من عوامل الغضب زي التعرض للإساءة في المعاملة زي الخيانة وغيرها. وفي عوامل فسيولوجية زي التعب أو قلة النوم أو سوء التغذية أو كبر السن. السؤال الثالث، هل الغضب صح أو غلط؟ بيجاوب الكاتب ويقول إن الغضب هو شعور طبيعي نتيجة التعرض لحالة عدم رضا، وهو موجود في الإنسان عشان يديله القدرة على التغيير أو التكيف مع المواقف اللي بيواجهها، وده مش غلط. لكن السلوك اللي بينتج من الغضب هو اللي نقدر نحكم عليه بالصح أو الغلط. فموسى مثلا غضب لأن الشعب غلط وعمل سور وعبدوا مكان الله، وده أمر طبيعي لأن موسى ما كانش يتخيل إن الشعب يسيب عبادة الله ويرجع لعبادة الأصنام. لكن رد فعله للغضب إنه كسر لوحي الشريعة هو اللي نقدر نحكم عليه. وكمان لما حس قايين بالغيرة من هابيل فغضب وتحول غضبه لقتل أخوه. وبيوضح الكاتب إن في العهد القديم بيتكلم الكتاب المقدس عن غضب الله بسبب إن الشعب عبدوا آلهة أخرى، لكن غضب الله ليه أهداف، هو إنه يحفظ الإنسان بار. فالرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، هو بطيء الغضب وعظيم القدرة. ولما بيتوب الشعب الله بيرحمه وبيسامحه على كل خطاياه. وفي العهد الجديد غضب يسوع لما دخل الهيكل ولقاه زي مغارة لصوص، فمسك صوت وقلب موائد التجار وطردهم. وبيشرح الكاتب إن غضب الله بيختلف عن غضب الإنسان، فغضب الله بيكون دايما لأجل الإنسان ولصالحه، لكن غضب الإنسان بيكون بسبب ظروفه أو الظروف اللي بتواجهه. ليه الغضب؟ قال الكاتب إن الغضب بيهيئ الإنسان لمواجهة المواقف. فغضب داوود بسبب كلام جولياط دفعه للانتصار، وغضب نحمية بسبب حالة أورشليم دفعه لبناء السور. فالغضب هو الطاقة اللي بتولد القدرة اللي بتدفع الإنسان للدفاع عن نفسه أو عن غيره ضد الضرر أو الألم أو الظلم. وبدون الغضب بيبقى الإنسان معدوم الطاقة أمام الجروح والإحباطات اللي بتواجه حياته. قال الرسول بولس اغضبوا ولا تخطئوا، بمعنى عبر عن غضبك لكن بسلوك صحيح. ومش الحل كبت الغضب لأنه بيسبب الكثير من الأمراض وبيخلي الشخص يؤذي نفسه، لكن الحل هو ضبط النفس والتدريب على مهارة إدارة الغضب، ويكون نتيجة الغضب سلوك صحيح يغير الواقع. وهنا بيسأل الكاتب إيه خطوات ضبط النفس وإدارة الغضب؟ أول خطوة، اهدى، اسكت، ابعد لمكان هادي عشان تقدر تفكر بواقعية، لأن في أوقات كتير بعد ما تهدى هتلاقي إن الأمر ما كانش يستحق الغضب، أو إنه يستحق بس هيحتاج للحكمة في التصرف.
تاني خطوة الصلاة، بمعنى إنك تطلع مشاعر غضبك قدام الله. اتأكد إنك هتحس براحة لإنك بتشارك الله بمشاعرك، والله هيديلك سلام وهدوء، وهيديلك حكمة في التفكير والتصرف. تالت خطوة اتصالح مع نفسك. فكتير من المشكلات بيكون أساسها إن علاقة الإنسان مع نفسه مهزوزة وثقته بنفسه ضعيفة. رابع خطوة اتعلم فن الحوار، سواء مع نفسك أو مع الآخرين. خامس خطوة ما تاخدش قرار وانت غضبان عشان ما تندمش عليه. اتعلم تغفر، حاول توصل لحل بتحويل غضبك لطاقة بناءة. اتدرب على مواجهة الأزمات. وفي النهاية سأل الكاتب إزاي أتعامل مع شخص غضبان، وقال لازم أتصرف بحكمة بمحاولة إني أهديه أو أصبر لغاية ما يهدى. ولو أساء الشخص ليا بالكلام أو التصرف في غضبه، أسكت واختار وقت تاني وأعاتبه على كلامه. وفي النهاية صلي إن ربنا يساعدك تغضب من غير ما تغلط، واتكل على معونة ربنا. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.